السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة رمضانكم، صحة صيامكم، صحة أوقاتكم إن شاء الله جميعا. مرحبا مشاهداتي الفضليات. اليوم هذا الفيديو إيكات كما راكم تشوفوا فيها خشينة من تقريبا صوفية كما راه تبان لكم. حبيت تشاركوني هذا الفيديو. عندنا القماشة الطول نتاعها فيها 170 والعرض 150. هنا راني ثانيتها على 2. مقاسات الزبونة هذه تلبس دوبل اكس ال. حددت انا الطول فيها 121 الطول تاعها، جايه وسط، ما هي جايه طويله ما هي قصيره. طلبات الزبونه كيما هاك، طلبت مني هذه المقاسات، حبتها بهذا الشكل، قلت نشاركها مع مشاهداتي الفضليات. هذا القماشه اللي راها مقابلتكم تناسب الفصل اللي رانا فيه. اللي عندها قماشه وحبت تخيطها مش شرط من القماش هذا تشد المقاسات. اللي عندك تلبسي اكثر تزيدي فقط في القياسات، ولا تلبسي اقل تنقصي. هنا حددنا المتر والطول تاعها 21، ورايحين الباقي هذاك نديروها اكمام ونديرو منه الاجياب، جيوب الليكات، ونديرو منه دائرة العنق. هذيك البوندانا اللي رايحين نديروها، البوندا اللي راح نديروها، البوندانا اللي راح نديروها على الرقبة من الامام ومن الخلف. هذه هي اللي راح نديرو منها. بقات لنا هذه القماشه نثنوها على 4، نثنوها على 4. هذا الزبونه تلبس دوبل اكس ال. القماش هذا راه يزيد، ما تخافوش منه، معناها ولو رايحه ديريه مضبوط رايحه تلبس مليح. ورايحين دركا نديرو المقاسات، التفصيله تاعها، تبطي القماش. ونهبط هنايا بال 40 سنتيم تاع وين رايحين نحدو ناحية الخصر الى 42 سنتيم. فصالتها ماهيش صعبة كثير. نحدد 42 هذه، ونحدد الكتفين 22 وحنا ثانينها على 4. ونهبط بخط الارتكاز هذا اللي رايحين نديرو عليه، نحدو عليه الاكمام او لي مونش 22 سنتيم. هذه خطوط اللي رايحين نقصوا عليها. وهنا كما قلت لكم 42 الخصر، تقدري تهبطي ب 40 ب 42، ونزيد هنا حوالي 15 سنتيم. وين رايحين نديرو دائرة الهنش. حددنا الرقبة 9 سنتيم. نهبة هنايا انحدار الكتف 2 سنتيم، نحدر ب 2 سنتيم، ونكون دائرة العنق كما تعودتوا البنات، راه سهلة. دورة الصدر عندها 110. هنا نحدد انحدار الكتف بعينك فقط، تقدري ديريه بدون معناها ما تحتاجي لهذا الرسومات كاملة. إذا تعودتي على التفصيل راح تجيك سهلة. عندنا دورة الصدر تاعها فيها 110. احنا ثانيا القماش على 4، رايح نديرو فيها تقريبا 27 ونص الى 28. الخصر عندها فيه الدورة نتاعو 25، راح نديرو 25 حنا ثانيين. ونحدد هذا الخطوط اللي رايحين نرتكزوا عليها. والبنات اللي تسبق لهم وفصلوا راها ما تجيهمش صعبة. وهذا يا خط الوسط، وهذا يا دائرة الهنش، رايحة تزيد عليهم في الدائرة تاعها بقريب 3 سنتيم. ونحدد الخط هذا نتاع الكتف اللي رايحين نهبطوا به، راح يجي عمودي كما راه مقابلكم. وهنا رايحة تميلي وين درتي 28 سنتيم، وتهبطي حتى لدائرة الخصر. هذا النقطة وين رايحة ديري تحديها، كي توصلي هنا تخرجي بهذاك السنتيم هاك الزيادة باش ما تجيكش هذيك الضمة نتاع الوسط باينة. هنا طلعنا ب3 سنتيم تاع وين رايحين نكونوا دائرة الإبط كما راها مقابلتكم. راهي ساهلة البنات. وهنا تدخلي بداك السنتيم او تخرجي به برا به ما تجيكش هذيك القوسين تاع الوسط حاده كثير.
ومنها رايحة ترسمي عادي، الرسمة تاعها عادي. البنات اللي سبق لها وفصلت راها تفصلها بسهولة. وكما قلت لكم في السابق القماش هذا ما تخافيش منه، راه يزيد يتمطط. تنحي كي ترسمي تلقي هذا كل الزوايا الحاده هذيك تلقي تقريبا دوك سنتيم داخل زياده ولا خارج، تعدليه نتيا بالتسويه كامل هنا رايحه تخلي تقريبا 2 سنتيم هذوك اللي رايحين نديرو بهم الفتحات تاع الجوانب، رايحين نخلوهم مفتوحه بقريب 13 سنتيم او 14 سنتيم فتحات على الجوانب. هذوك الفتحات رايحين كما راهم قابلتك رايحين نثنوهم وتقصي عادي. ان شاء الله رمضان يعقب عليكم طيب مبارك ان شاء الله بخيراته. نحو 2 سنتيم تاع الكتف دائره العنق او الرقبه، وتقصي تفصيل الصدر كي توصلي عند والرايحه تطبقي ديك الزياده بطبيعه الحال، ماكش رايحه تقصيه عمودي، راح تخلي داك السنتيم زياده. هذه راها مقابلتكم ان شاء الله. راها اذا كانت الخطوط اللي رسمتها ما بانتش راها درك تقابلكم هذا القصه اللي نحيناها. وهنايا الاكمام درت فيهم تقريبا 13 سنتيم ناحيه المعصم. رايحه هذا القماش اللي تبقى لنا نخدموا منه ليمونش ونخدموا البوندان اللي راح نديروها على السفيفه اللي راح نديروها على الرقبه. هنا راني درت فيهم تقريبا 26 الى 27 سنتيم ناحيه الابط، ومع هذا 8 سنتيم اللي طلعت بها رايحه تحصلي حتى تقريبا 30 سنتيم. الدائره ديك رايحه تزيدك دوك 3 سنتيم او 2.5 تحصلي على قريب. قلت لك يتمطط ويزيد، هذا ما تخافيش منه وتقصيه بالشكل هذا. والبنات راهم فصلوا من قبل وقصوا القماش، راها رايحه تجيهم سهله ان شاء الله. وان شاء الله الايامات الجايه رايحين نشرعوا في وما تيسرنا من فساتين للعيد او لباسات نايلين ان شاء الله مطلوبين في ذي الايامات. كاينه ناس رايحه تعرس ان شاء الله بالبركه في الشهر هذا اللي يدخل بعد العيد ان شاء الله. هنايا قصينا الاكمام اللي تبقات رايحين نخدموا منها الكم الثاني، والقطعات اللي تبقاو لنا حنا ان شاء الله ما حافظنا على القماش لاقصى حد. رايحين نديروا منها الجيب ونديروا منها دائره العنق. كيما قلت لكم البنات ان شاء الله الفيديوهات الجايين شويه تاع رمضان اليوم نتاعو ما يجيش كيما الفطار، فيه خدمه كثيره. ان شاء الله نديروا لكم فساتين او لباسات نايلي ونجيبوا لكم الفساتين العيد. البنات ان شاء الله ما تيسر لنا وقدرنا ما راح نبخلوا عليكم، ما تبخلوش علينا نتوما بلايكاتكم، ما تبخلوش علينا بتعليقاتكم بارائكم تعليقاتكم الجميله يشجعونا ويدعمونا. رايحه هنا نزيد شوي ندخل بتقريبا 2 سنتيم يعطينا اتساع في دائره الابط من ناحيتين. هذه مش رايحه تجي كيما المونش مونتو او لافيست او هذه رايحه تجي تقريبا سامبل ما فيهاش الدوره كثير. هنايا تبقى لنا فصالة دائرة العنق من الأمام، هذه ناحية الأمام. هذا اللي راه مقابلكم الخط نتاع 22 سنتيم. الخلف رانا هبطنا بهذوك 2 سنتيم ونص حتى 3 سنتيم. هنا دائرة العنق حسب واش تشتي. هذه البنت هذه ما حبتهاش تجي طالعة كثير، رانا تهبطي حتى 18 19 حتى ل 20 18 17 19 حسب واش رايحه تحبيها طالعه والله عاليه. وهذيك البوندان اللي رايحه نديروها راح تديلك تقريبا 2 سنتيم، تطلع لك الخياطه الفوق وتتقص بالشكل هذا شكل دائري عادي. وكما قلت لكم البنات ان شاء الله كل ما قابلتنا فرصه تاع اي خياطه ان شاء الله رايحين نشاركوكم في اي فيديو ان شاء الله رايحين نديروه. وكاين فيديوهات الله غالب ما نقدروش
هذه هي القماش اللي تبقى لنا. رايحه نشد على الناحيه اللي تمطط، اللي تزيدو تنقص ما رايحينش نديروها على الجهه اللي جامد القماش او حابس، نديروها على الجهه اللي تزيدو تنقص، ناحيه اللي تزيدو تنقص. ونشد على دائره الرقبه، تخليها تقريبا 3 سنتيم زياده، وتقصي دوك 4 سنتيمات عرض من الامام. راها مقابلتكم الصوره 2 القماش على 2، وخلي تقريبا 3 سنتيم زياده او 4 سنتيمات، ومن بعد تقصيهم. والعرض هنا راني فقط نعدل في القماش باش ما تجيش فيها تعرجات. تقصي هذا 3 سنتيم او 4 سنتيمات وتسورجيهم. هنا راني درت 4، والطول راني خليت بزياده. القماش ديريه على الناحيه اللي تمطط، الناحيه اللي الاستيكيه ديال اللي تزيد وتنقص. وتقصي هاد الشرايط من الواحد للامام وواحد للخلف، قصيناهم. رايحين نقص قطعتين منهم، وان شاء الله الفيديوهات الجايين ان شاء الله رايحين تشوفوا فيهم الجديد، تشوفوا فيهم الطلبات تاعكم ان شاء الله كامل. باللي قالت لي راه الاكمام كي نديرهم يوقع لي فيهم ديفو، نلقاهم اكبر او اصغر ما يجونيش مضبوطين، ما رانيش ناسيتها. الاخت اللي راسلتني اليوم ان شاء الله او بالامس وقالت لي راها روبة النايلي لبنتها ثاني ان شاء الله تلبس ان شاء الله. الفيديوهات الجايه رايحين كامل اللي وين ما تيسرت لنا رايحين نديروا لكم الفيديوهات. هنا ثاني هذه ناحيه الخلف 4 سنتيم، وكي تبقى لك فيه الزياده طويل خير من اللي يجي قاصف. بعد ما تخيطي الزيادات تقصيهم، ما ردتش القماش كثير. نحينا الشريطين هذو اللي رايحين نديروهم على الناحيه اللي تمطط كما راها مقابلتكم. اللي تبقات رايحين نديرو منها الجياب، وهنا رايحين نسورجوهم، نسورجو ناحيه من النواحي اللي رايحين نديروها في الفوق. اني درت السورجي، والجهه اللي رايحين او الناحيه اللي رايحين نخيطوها نقلبوا القماش على ناحيه الخلا الداخليه، ونحطوا عليه هذا الشريط اللي راكم تشوفوا مقصوص ونخيطوه. تخيطيه كامل على ناحيه الرقبه. دائما تجبدي فقط بحاجه خفيفه باه يجي داير، ما تخليهش كيف كيف. تجبدي جبده خفيفه في الشريط هذا اللي راكي تديري فيه. كي تقلبي تلقاي القماش الداخلي تلقاي عكسو هذا الشريط اللي درتيه. ونقص الزياده اللي راها مقابلتكم هذه، نقصوها. وان شاء الله الفيديوهات الجايه راح نديروا روبات تاع بنات للعيد، روبات تاع من الكتان العادي. اذا تيسرت لنا كيف كيف الناحيه الثانيه ثاني تقلبي القماش لناحيه الظهر الداخليه ديريها عندك، والشريط هذا ثاني تقلبيه ثاني الوجه نتاعو هو اللي يجي لداخل، او تخيطي بهذا الشكل. كيما قلت لكم البنات ان شاء الله الفيديوهات الجايين ان شاء الله رانا معاكم دائما دائما دائما. واش منين ذاك تعثرنا امور في التوقيت، خياطه تجي مستعجله مولاتها ما نقدروش نصوروها. تخيطي الكتف ما تكمليش، ما تخيطيش الشريط اللي درتيه، تخيطي غير توصلي لحدات الخياطه تاع هذا الشريط اللي درتيه وتخرجي منه. تخيطي الكتف فقط وتخلي هذيك هذا يتقلب وتخيط على الناحيه الثانيه، والكتف الثاني كذلك تخيطيه. سرعنا الفيديوهات، كاينين بعض المشاهدات الفضليات قالت لك راكم تسرعوا الفيديوهات تاعك يسرعوا. اذا درناها طويل كما ها كاينين اللي ما عندوش صبر باه اللي تتعلم لازمها تصبر وتشوف. وهنا رايحين نثنيه
ونخيطو. كي تكون مقابلتك راكي تعرفي الجهه اللي تخيطي عليها. هنا رايحين نثنيه على عكس واش خيطنا قبيل، وتخيطيه من ناحيتين. هادو يناسبوا الكتان، هذا يناسبوا اللبسه نتاع الدار، يناسبوا اللبسه حتى نتاع الخرجه الا عندك بنات يخرجوا يناسبوهم. نقصوا الزوائد. وهذا القماش هذا دائما يحتاج السورجي، آلة السورجي ضروري ليها ضروري، لأنه القماش هذا شوية تجبد منه الخيوط. تخلصنا خيطنا الجوانب اللي راكم تشوف فيهم وسورجناهم، وسورجنا ناحية دائرة العنق. ودائما تجبدي هكذا باش كي تكوني تلبسي ما يوقع لكش الخيط هذاك شاد لازم الغرزه نتاع آلة الخياطه تكون مرخوفه، تكون معناها طالقتها شويه عريضه. كي تجبدي هكذا ما يكونش كي تلبسيها ما تبداش تطرطق لك او تتقطع. وتخيطيه على العكس، دركو على وجه القماش راكي مسورجاتيه، تخيطي كامل هذا الشريط اللي درتيه على وجه القماش. كامل البنات الفيديوهات السابقين ثاني هذا اللي كانت راني مخيطتهم في قماش واحد اخر ثاني جايين هايلين. ما نعرف الا رجعتوا الفيديوهات السابقين تاع القناه وشفتوه ثاني قماش فيه داخلين فيه زوج الوان ثاني ومخيطين هايلين تاع خرجه ومستورين، تقدري تخرجي بهم حتى في الشارع. تدوري بهم كامل بالخياطه توصلي لناحيه الكتف، رايحه جايه دوك الغرزات ثبتيهم. الخياطة تبان لك بعد ما تخرجي فقط منها، رايحة تلقي الخياطة تاعك نظيفة وتلقايها كيما هي كيما اللي يتباعوا في الأسواق. تبقى الألوان القماش ونوعية القماش هذا يبقى على حسب الزبونة كل وحدة، وسبحان الله تختلف الأذواق كامل. كل وحدة تحب قماش معين، كل وحدة تحب لبسة معينة. هنا كيما راها مقابلتك شوفي كيما نجبد هكذا يلزمك تعود تلبسي فيها، ما تعودش شادها الخيط، يلزمها تعود ماخذه راحتها خلاص، ما تكونش فيها حتى الشك باللي راها مجبوده. وهنا رايحين نخيطوا الاكمام السورجي كيما راك شفتي سورجنا كل قطعه، كنت خدمت سورجي قبل. وان شاء الله كاع البنات تكون عندهم آلة السورجي. تحطي علامات الوسط ولو راها المقاسات تجيك مضبوطه، الا قصيتي كيف كيف رايحه تجيك مضبوطه. اذا قصيتيهم راكي رايحه الخياطه تاعك تخرج لك مضبوطه. والبنات اللي حابه تتعلم ما تكونش قلوقه في متابعه الفيديو، سواء فيديو عندي ولا عند غيري، اللي حابه تستفاد لازم تتبع الخطوات. آلة السورجي اللي عندها معها مشاكل في تركيب الخيط او في تنظيفها او في مشاكل فيها، او آلة الخياطه العادي، احنا تحت الطلب دائما. هدفنا رضاكم ورغباتكم. ما راناش نخدمو كما قلت لكم سابقا لنفوسنا احنا لنفوسنا رانا نخدمو في محلاتنا الحاجه اللي تخصنا او لزبايننا. هذا الفيديوهات رانا نديرو لكم فيهم نتوما كمشاهدات او مشاهدين، ودائما نحبوا نعرفوا آراءكم هنا. بناء على آراءكم رايحه ان شاء الله نكونوا متفقين على برنامج معين. خيطنا لكم الاول ورايحين نخيطوا لكم الثاني. خياطتهم ما هي فيها حتى معناها تكثري فيها كسرات او فيها عفسات اخرين، فقط سامبل كما راها مقابلتكم. وكل ما خيطتي قطعه ها هي مقابلتكم ما شاء الله. كل ما تخيطي قطعه سورجي، لانك ما تقدريش تخيطيها كاع ومن بعد تسورجي. هنا رايحين نديرو الجيب. انا هبطت تقريبا ب60 سنتيم على حسب طول السيده، تهبطي حتى ل60 62. الا كانت قل ما تلبسش هاك انت راح تحدي من ناحيه الجيب واش رايحه ديريه. وتحطي العلامه بالطباشير ثبتوها.
او هنا رايحه تدخلي ب 11 12 سنتيم على حسب وين رايحه تحبي الجهه بقراب ولا يجي على الطرف. هنا البنات الجيب هنا درت فيه تقريبا 21 سنتيم الطول، من 20 ل 21، وحدبتها تطولي اكثر من هاك. والعرض نتاعو من 14 سنتيم، وسورجتو قطعتين فقط وسورجو. درنا علامة كيما خلينا 14 سنتيم، تحطي علامات بالطباشير. الناحية الثانية وتحطي 14 سنتيم، وتثنيه هنايا الجهة العريضة ديريها لتحت، زايدة عليها تقريبا سنتيم ونص، والجهة الناحية اللي ضيقة شوي ديريها الفوق، و2 سنتيم وتخيطي الداخل فيها تقريبا 2 سنتيم وتخيطي. البنات اللي رايحين اللي حابين يتعلموا الخياطة على أصولها يكون عندهم صبر، كل قطعة ليها معناها في الخياطة. ما رناش مثلا قاعدين بقاير تضيع وقت، والله أكيد كل حاجة تشوفيها رايحة تستفادي منها. نكفيناهم هذه الكفافة أو هذا الردة اللي درناها 2 سنتيم 2 سنتيم للداخل. وإن شاء الله اللي عندها رغبة في الخياطة كامل إن شاء الله تتخلص من عقدة الخياطة وعقدة الفصالة. وتحطيه هذا هي وين علمنا نحطو بداية الجيب، وهنا رايحة ديري هذه العلامات. هنا راني نوري لكم الخطوات يسهلوا عليكم الخياطة، ما تجيكمش الجهة طالعة ناحية طالعة وناحية هابطة، ولا يجيكم جيب مرفوع وجيب هابط. وتخيطي هذه تبداي الجهة اللي لتحت تخيطيها لداخل، الليكات اللي راها مقابلاتك في وجه القماش والجيب على خلفه، ورايحة تروحي وتجي طرف الخيط ثبتيه باش ما يتفتحلكش، وتثنيه الفوق. تثني هذاك تقريبا نص سنتيم الداخل وتخيطيه. البنات اللي اول مره تخيط ممكن يصعب عليها شوي الامر، ما ظني ما نجيش راني ندير لكمش في الفيديوهات تاع الصواري والحوايج الصعبه عليكم، راه ندير لكم قف الحوايج السامبل. تدخلي بهذاك نص سنتيم وتخيطي كامل. بعض الاخوات قال لي فيديوهاتكم تسرعوا فيهم، هنا راكم تخزروا راني ماني حاجه ما هي مخبيه عليكم، كلش راه قدامكم. كي تكون قلطه بسيطه ما رانيش خبي فيها عليكم، ها هو مقابلكم. كما قلت لكم البنات اللي حابه تتعلم الخياطه على اصولها وتكون معناها متمكنه، ما تستهزي او تقولي هذه ما تخصنيش ولا مش رايحه نخيطها، والله كامل رانا نخيطوا في كل انواع، نخيطوا الصواري نخيطوا السامبل نخيطوا تاع الكبار تاع الصغار تاع اي حاجه نخيطوها هكذا باه تكوني معناها شامله في الخياطه نتاعك. ما راناش متخصصين فقط في النايلي او متخصصين في الصواري او في لبسه العرايس او لازم تكوني تخيطي كلش، حتى ملابس الرجال لا اضطريتي تخيطيهم. منين تبداي بالصبر، بالتدقيق في كل حاجة، ما تحقريش الخياطة، كل حاجة تعطي لها حقها. وكي توقع لك غلطة ولا حاجة ما تأثريش منها، أننا إحنا راه كاين اللي رانا سبحان الله سنوات طويلة في الخياطة ولا زلنا لحد الآن يوقع لنا أحيانا مشاكل في بعض الأشياء. ما كانش اللي يقول لك نخيط كلش ونعرف كلش وما نغلط في حتى حاجة، وما كانش اللي تقول لك انا الخياطه رجال اللي هما رجال شبيبه ورجال ممكن يحتاجوا رواحهم في مينيو كيما هذا يخدموه، ممكن يحتاج يروحوا في خياطه.
وحاجه صنعه كيما هذه دائما في الايد ما رايحاش تندمي عليها، ما هيش خدمه ورايحه تخرجي منها معناها في وقت، هذه تبقى معاك طيله العمر. هذا الجيب هنا رانا خدمنا الاول. الثاني بنفس الطريقه، ننصح البنات بالصبر وطولة البال، دائما الصابر ينال في اي حاجه. خيطنا الاول، اذا شكيتي باللي ما مش رايحين يجوك كيف كيف، رايحه تثني القماشه نتاعك الاماميه ديال الاثنين، وتحطي هذا البانجل او الدبابيس هذون على طرف الجياب اللي خيطتيه، تخرجيه من الناحيه الثانيه من الاربع زوايا هذون. هذه هنايا ان شاء الله مش راح تكون لك حتى قلطه في خياطتك، اكيد راح يكون لك الصبر في الخياطه هو اللي يعطيك الخبره، ورايحه ان شاء الله تتمكني في اي حاجه. وين ما خرجتي هذا الدبابيس اللي راكي تشوفيهم، تحطي علامات راح يجوك في نفس النطاق، ما راح يجيك واحد طالع وواحد هابط، اكيد رايحين يجوك في نفس النطاق. هذه معلومه ان شاء الله تتعلموها. وإذا حبيتوا البنات نبداو كامل من الصفر، من بدايه اللي ما عرفتش خلاص تخيط، نبداوها ان شاء الله من البدايه. برنامج ان شاء الله من الحال آلة الخياطه حتى التفصيل حتى اي حاجه معناها تبداوها من البدايه، ما عنديش اشكال. كذلك الجيب الثاني راح تخيطيه بنفس الطريقه، تقدري تطبقي هذون الاكمام سورجناهم، ورايحه كما قلت لكم القطع هذون لازم سورجي ان شاء الله. هنا راح يسهل عليك السورجي، ما تكثر لها القماش خشين، لا ثنيتيه على زوج ثانيات راح يجيك عريض، يجيك خشين، وتخيطيهم. يدرى البنات كيفاش عقبوا عليكم هاد الايامات الخفاف من رمضان؟ راكم منسجمين معاه ولا ثقيل عليكم ولا خفيف ولا كيفاه؟ راه حنا اللي رانا نخدموا رانا ماناش حاسين كيما اللي راهم في الدار قعود، راه يجيهم بالك النهار يا نتاعهم يعقبوه كامل في الدار وخدمه. حنا اللي رانا نخرجوا نخدموا راه جاينا كيما هو كيما ايامات الفطر، كيف نخرجوا تقريبا 9:30 9:30 الخدمه نتاعنا، تخيطي حتى توصلي نهايه الخياطه نتاعك. كاينين اللي راهم في رمضان يسهروا حتى تقريبا للسحور، وكاينين هنا كيما راه مقابلتك الصوره هنا كيفاش جبد لي الخيط الداخلاني، اني نحيت وعاود قلت لك ما راني مخبيه عليكم حتى شيء، كلش راه قدامكم. هنا راني جمعتها كامل، من بعدها راح نفتح دوك الجوانب، وتبقى لنا الكفافه الداخليه اللي رايحه تجي في الاسفل. رايحين نفتحوا القطع كما قلت لك، تسورجي كل وحده وحدها هكذا، كي تكوني تكفي فيها لتحت او ديري فيها اللوغلي تجيك الكفافه نتاعك تجي متحوفه. او نكفوها البنات ان شاء الله، ان شاء الله دائما مع بعضنا فيديوهات ان شاء الله، دائما نرجو لكم من ربي ان شاء الله دائما نتلاقاو على خير ونجمعوا على خير. هنا راها مقابلتكم كملناها ان شاء الله، نتلاقاو ان شاء الله البنات. هذا الفيديوهات الجايين هذو الجوانب اللي خليناهم ذوك 14 سنتيم او 15 تاع الفتحات، هنا راهم مسورجين نكفوهم وحدهم، بعد ما نكملوا الخياطه نكفوهم وحدهم كما راه مقابلتك الفتحات اللي خليناهم. وكما تشوفوا في القطعات كل وحده مسورجه وحدها، جايه خارجه تحفه ما شاء الله. تبقى فقط في اختيار الوان القماش، الناحيتين مخدومين. نتلاقينا معكم دقائق، نتلاقاو في فيديوهات واحده اخرين، ترقبوا منا الكثير وان شاء الله دائما معكم. وان شاء الله نتمنى لكم من كل اعماق قلبي الصحه والعافيه والسعاده، واللي معاه ولات عرس بعد العيد ان شاء الله بالبركه عليها. وترقبوا الفيديوهات الجايين ان شاء الله البنات، تشوفوا فيهم ان شاء الله كل جديد.